السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يشارك في القمة السعودية الإفريقية في الرياض. افتتاح المهرجان السنوي للإريتريين في جدة. سيمينار لمكافحة الأمراض المعدية من الحيوان إلى الإنسان. الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان غارات جوية على مواقع عسكرية في سوريا. واشنطن وسهول تتشاركان مخاوف بشأن تعاون موسكو وبيونغ يانغ. بوتين وتركيا يؤكدان استراتيجية العلاقات بين روسيا وكازاخستان. من العناوين إلى التفاصيل. وصل فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى مدينة الرياض قبل ظهر اليوم لحضور القمة السعودية الإفريقية الأولى. وكان في استقبال الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له كبار المسؤولين السعوديين في مطار الملك خالد الدولي بمراسيم الشرف الرسمية. غادر الرئيس إسياس أفورقي متوجها إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم لحضور القمة السعودية الإفريقية التي تستضيفها الرياض يوم غد 10 من نوفمبر. رافق الرئيس إسياس أفورقي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبري هوات، ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح والسفير عيسى أحمد عيسى. افتتح المهرجان السنوي للجالية الإريترية في جدة وضواحيها في المملكة العربية السعودية بحفل كبير في 8 من نوفمبر. وشهدت مناسبة الافتتاح الرسمي الذي افتتحه مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق بحضور مسؤولين مكتب القنصلية العامة وعدد كبير من أعضاء المنظمات الوطنية والاتحادات المهنية، معرضا للصور تعكس أنشطة الجالية ومحتوى معد من طلاب ومعلمي المدرسة الإريترية العالمية وبرامج فنية بحضور وبرنامج فني بعضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وعروض للرسم للفنان عبد الكريم برهان وأنشطة رياضية. وأعرب رئيس الجالية السيد عبد القادر مالك عن أهمية المهرجان في توحيد المواطنين وتعزيز روابطهم مع وطنهم ونقل الثقافة والتاريخ وعكس الصورة الحقيقية لإريتريا والإريتريين. من جانبه أكد القنصل محمد علي محمد سعيد تفرد مهرجان هذا العام وحث المجتمع على لعب دور أكبر في تعزيز تحقيق برامج التنمية الوطنية والتصدي. وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين على مستوى الأفراد والفرق في مسابقات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة التي نظمت بمناسبة المهرجان. وتميز المهرجان السنوي للجالية الإريترية بجدة وضواحيها بأداء فني قدمته الفرقة الفنية المتوجهة من إريتريا. وكان مهرجان رياض وضواحيها قد نظم يومي 2 و3 من نوفمبر. عقد فرع الثروة الحيوانية في إقليم القشبركة سيمينارا يوم 7 من نوفمبر في بارنت حول الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ومكافحتها. شارك في السيمينار ممثلي الهيئات الحكومية وأصحاب عمال ومقدمي الخدمات والمهنيين الزراعيين وممثلي المزارعين، حيث أوضح ممثل فرع الثروة الحيوانية السيد ولد مريم دبرسين بأن تربية الحيوانات يرتبط مباشرة مع حياة الإنسان، ولهذا هدف السيمينار تحسين وسائل المكافحة من انتشار الأوبئات الناتجة عن الإهمال أو دون المعرفة. وأوضح مسؤول وحدة البيطرة السيد سامي الكفلتين طبيعة وطريقة انتقال الأمراض الحيوانية بشكل عام والإجهاض والجمرة بشكل خاص، مشيرا إلى وجود أمراض خطيرة تؤدي إلى الوفاة تنتقل من الحيوانات إلى الحيوانات والإنسان.
وقدم مسؤول وحدة مراقبة الثروة الحيوانية السيد سعر إبراهام معلومات مهنية عن عدوى وخطورة داء الكلب والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية. وذكر الخبراء أن تناول اللحوم غير المطبوخة جيدا والحليب غير المغلي ومشتقاته والاتصال بالحيوانات المريضة وعدم الحرص على التخلص من الحيوانات النافقة هي من بين الطرق الرئيسية لانتقال أمراض الجمرة وداء الكلب. وذكر المواطنين باتباع النصائح المقدمة من قبل المختصين لأن البرنامج لا يمكن أن ينجح دون وعي المجتمع. وقال مدير مديرية بارونتو بالإنابة سيد يمان محاري أن التنوير مهم لأنه سيزيد من وعي أصحاب الحيوانات والمستهلك، موضحا العمل الجاري للتخلص من الكلاب الضالة في مدينة بارونتو. واقترح المشاركون تنظيم أنشطة التسقيف والتنوير في المناطق النائية للرعاة واتخاذ إجراءات ضد أصحاب المحال الذين يستخدمون اللحوم المذبوحة خارج المسالخ الرسمية، والقضاء على الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية والكلاب الضالة. عقدت محاضرة في مدينة منهايم الألمانية حول تعزيز تكامل وكفاءة المنظمات الوطنية وأنشطة الدبلوماسية العامة في منهايم في 4 و5 من نوفمبر. وحضر الاجتماع 75 من رؤساء المنظمات وأعضاء السفارة والقنصل العام من 26 مدينة. وذكر مسؤول الشؤون التنفيذية بالسفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس واللو بالأنشطة التي تركز على الشباب من أجل تحديد برامج التصدي مع زيادة الوعي وتعميق الوحدة والتحالف القوي في المرحلة الجديدة التي دخلناها، حثا بضرورة تنفيذ الأنشطة المركزة على الشباب. وقدمت في المناسبة ندوات بعنوان الحكم والقيادة بقلم القنصل العام كبراب تخسته، وأهداف وهيكل الجبهة الرابعة بقلم كحساي تولي رئيس الشؤون العامة والمجتمعية، ومنظمة موحدة لمجتمع إريتري قوي بقلم فصوم سهلي من مكتب الشؤون العامة والمجتمعية. وألقيت محاضرة ومناقشة حول التنفيذ الاستراتيجي من قبل السيد يوهانس إياسو رئيس التعاون الاقتصادي في السفارة الإريترية. وعلى صعيد المنتديات السابقة اتفق المشاركون على العمل بشكل أكبر على تعزيز التصدي وقرص القيم المجتمعية وتعزيز القومية والهوية الوطنية وتعزيز برامج بناء الدولة وتنميتها وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. كما ناقشوا الحاجة إلى اهتمام كبير للجهود المبذولة لجعل الإريتريين ناجحين في التعليم والعمل والاقتصاد والتوظيف والحياة الاجتماعية وغيرها من المجالات. كما تم الاتفاق على العمل على تعزيز أنشطة الدبلوماسية العامة مع الأخذ في الاعتبار الخبرات القائمة. نظمت شرطة إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارات تنويرية بالقانون للطلاب في مدينة عصر من 30 من أكتوبر الماضي حتى 7 من نوفمبر. وقد نفذت أنشطة التوعية في 4 مدارس ابتدائية ومدرستين متوسطتين وثانوية و3 رياض أطفال. وأوضح قائد شرطة المرور الرائد هبتاي قبرو العواقب الخطيرة للحوادث المرورية على حياة المواطنين واقتصاد البلاد، وقال من المهم العمل الجاد لمكافحتها باحترام قوانين المرور. وأشار الرائد هبتاي إلى الإهمال والمخالفات في اصطدام الطريق من قبل الطلاب وحثهم على احترام قوانين المرور لإنقاذ أنفسهم من الحوادث وتبعاتها. من جانبه أوضح مسؤول مكافحة الجريمة الرائد كوبرون نغادي أن عدم وضع حد للجرائم والمخالفات في أوانها يؤثر على السلام والتنمية والرخاء في البلاد. وقدمت الشرطة شرحا مصحوبا بالأرقام عن الحوادث المرورية التي وقعت خلال الأشهر العشر الماضية، وكذلك نسبة الجرائم والمخالفات مقارنة بعام 2022. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قتل 9 أشخاص في سوريا جراء قارة جوية شنتها الولايات المتحدة على منشأة لتخزين الأسلحة قالت أنها تابعة لإيران، في حين قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن تلك القارة ردا على هجمات استهدفت قواتها في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن سلاح الجو الأمريكي قصف منشأة أسلحة في شرق سوريا قال أنها مرتبطة بإيران. وقال أوستن في بيان أن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس
ضد منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له. وأشار البيان إلى أن الضربة نفذتها طائرتان أمريكيتان من طراز F-15 وجاءت ردا على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة. وفي الأثناء قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت هجوما جويا على مواقع عسكرية في جنوب سوريا ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. في سياق متصل أوقفت الشرطة البرازيلية في مدينة ساو باولو شخصين بشبهات تحضيرهم لتنفيذ هجمات إرهابية. قال الموساد الإسرائيلي أنها تستهدف الجالية اليهودية في البلاد وبتدبير من حزب الله اللبناني. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين لديهم مخاوف بالغة إزاء التعاون العسكري المتنامي بين كوريا الشمالية وروسيا. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سول: نحن نتشارك مخاوف عميقة بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطير بين كوريا الشمالية وروسيا. وقال الوزيران أيضا أنهما ناقشا العمل معا لتنفيذ ما تسمى استراتيجية الردع الممتدة لمواجهة ما يصفونه بالتهديدات من كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع اليابان. وتنفي كوريا الشمالية وروسيا عقد أي صفقات أسلحة رغم أن الزعيمي البلدين تعهدا بتعاون عسكري وثيق عندما التقيا في سبتمبر الماضي في أقصى شرق روسيا. أشاد رئيس روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جوماريت توكيف بالعلاقات بين البلدين ولا سيما في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد متانة هذه العلاقات التي وصفوها بالاستراتيجية. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين وتوكيف من أستانا عبر تقنية الفيديو خلال الجلسة العامة للمنتدى 19 للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان المنعقد في مدينة كوستاناي شمال غرب كازاخستان. وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم توكييف بالعلاقات بين بلديهما في مقابلات قبل اجتماعهما المقرر في أستانا على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر إلى الجنوب من المقرر عقد قمة المنظمة التعاون الاقتصادي أوكا الإقليمية في العاصمة الأوزباكية طاجاكند. وسيشارك في القمة الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان بالإضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق وقادة من آسيا الوسطى. افتتحت أندونيسيا مزرعة عائمة للطاقة الشمسية بقيمة $100 مليون وهي الأكبر في جنوب شرق آسيا في إطار سعيهم لمزيد من الفرص للانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة. وتم بناء مزرعة الطاقة الشمسية العائمة في سيراتا والتي من المتوقع أن تولد ما يكفي من الكهرباء لتزويد 50,000 أسرة بالطاقة على بعد حوالي 130 كيلومترا من العاصمة جاكرتا. وقال الرئيس جوكو ويدودو في كلمة ألقاها بمناسبة هذه المناسبة: هذا يوم تاريخي لأن الحلم ببناء محطة للطاقة المتجددة على نطاق واسع قد تحقق أخيرا. استغرق المشروع وهو عبارة عن تعاون بين شركة الكهرباء الوطنية الأندونيسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة ومقرها أبو ظبي 3 سنوات لإكماله وتكلف حوالي $100 مليون. تقع مزرعة الطاقة الشمسية في منطقة خضراء مورقة تحيط بها حقول الأرز وتتكون من 340,000 لوحة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. الرئيس سياسة أفورقي يشارك في القمة السعودية الإفريقية في الرياض. افتتاح المهرجان السنوي للإريتريين في جدة. سيمينار لمكافحة الأمراض المعدية من الحيوان إلى الإنسان. الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان قارات جوية على مواقع عسكرية في سوريا. واشنطن وسول تتشاركان مخاوف بشأن تعاون موسكو وبيونغ يانغ.
بوتين وتوكييف يؤكدان استراتيجية العلاقات بين روسيا وكازاخستان. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.